السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، وحشتوني. طبعا النهاردة كان في 3 مباريات في اليوم الأول من مباريات الأسبوع الثاني في الدوري العام المصري. نتكلم عليهم بالترتيب كده. كان الساعة 3 كان بيراميدز والمصري. طبعا المصري اللي سيراميكا عملوا فيه طلعوا على دماغ بيراميدز النهارده. عدم بيراميدز كوره النهارده بصراحه، بس ما كانش عنده توفيق وضيع كتير. والراجل ايهاب جلال بصراحه كان عامل شغل لازم نديله حقه. لما يعمل مباراه كويسه كان عامل شغل كويس جدا، وكرة في العارضة ومضيع وضاغط وحاطط بيراميدز كمان. لما اتطرد بيراميدز كان بيلعب 10، اتطرد منها لعيب، بقى ضاغط بيراميدز في نص ملعبها او يمكن في ال 18 بتاعها. فهارد لك، ربنا يعوضهم في اللي جاي ان شاء الله. هما كانوا يستحقوا 3 بونت النهارده فرقة نادي المصري. بس في حد اسم كبير، محلل كبير بيتكلم بيقول لك يعني الراجل طلع الاثنين الهافين اللي هما لعيبه كويسه وكروتهم كويسه، اللي هو الياس الجلاسي وعبد الرحمن دغموم، غيرهم. ما هو عمل ايه الراجل ده؟ نزل 3 هافات وفيرود، نزل احمد الشيخ ونزل عبد اللطيف، اللهم صل على جريندو، ونزل محمد عنتر ونزل فيرود. فالراجل غامر وعمل اللي عليه النهارده بصراحه كابتن ايهاب جلال، وكان يستحق 3 بونت. فربنا يعوضه في اللي جاي ان شاء الله. وطبعا بيراميدز بيبعد عن المنافسه واحده واحده، بيبعد عن المنافسه. يعني بيراميدز من 6 بونت واخد 2 بونت ولسه اللي جاي. ندخل على نادي الزمالك. طبعا نادي الزمالك النهارده نقدر نقول مستر فيريرا بيعرف يكسب. ده رقم 1. مستر فيريرا بيعرف يكسب المباريات ازاي بصراحه. وفي حاجتين بيعملهم مستر فيريرا جامدين قوي في الكوره. يمكن هو ما بيعملش شغل جمالي جامد، بس بيعمل حاجتين جامدين قوي يا جماعه. بيلعب على مفاتيح لعب المنافس، بيوقف مفاتيح لعب المنافس وبيشغل مفاتيح لعبه هو. يعني هو عنده مفاتيح لعب بيشتغل عليها، زائد انه بيوقف مفاتيح لعب المنافس. فهو الراجل بصراحة عنده فكر و... و... وماشي بخطى ثابتة. ونقول الف الف مبروك لنادي الزمالك. طبعا المكسب زي ما بنقول، المكسب بيجيب مكسب في ظل استحواذ يعني الزمالك عمل كل ده في ظل استحواذ غير طبيعي لفرقة سيراميكا. واللي مساعد الزمالك على ده يا جماعه ان الزمالك فرقته، الراجل مجهز اللعيبه بدني كويس، كلهم واقفين على رجليهم وبيعملوا ضغط كويس. بس انا عندي نقطه برضو على زكريا الوردي. يمكن النهارده انا ايده ان هو لعب ب3 فرقه عندها 2 فراوده عاليين، وعندها ناس في نص الملعب لعيبه كويسه، ومحمد ابراهيم بيجي من قلبه. فهو النهارده لا، العب ب3. المباريات اللي زي دي العب ب3. بس انا كنت بقول ما يلعبش ب3 عشان ما يبقاش كلام متناقض. كنت بقول ما يلعبش ب3 في بعض المباريات، انما هو النهارده لا، الراجل يلعب ب3 تمام، والثلاثه قافلين الدنيا. بس زكريا الوردي مندفع شويه، وانا شايف ان زكريا الوردي في الفتره الجايه مش هيلعب كتير. فنقدر نقول النهارده الزمالك بلط سيراميكا، خلص عليهم. فطبعا يا جماعه مفاتيح اللعب بتاعت النادي الزمالك اللي الراجل بيشتغل عليها عنده مفاتيح لعب. والناس لازم تعرف يعني ايه مفاتيح لعب. مفاتيح لعب ان انا عندي ناس حلول، عندي ناس تفنش لي. والزمالك عنده اكتر من مفتاح لعب. الزمالك عنده زيزو مفتاح لعب، عنده امام عاشور مفتاح لعب، الله اكبر عليه، مان اوف ذا ماتش النهارده. عنده فتوح مفتاح لعب، عنده الجزيري مفتاح لعب. فالزمالك لما بينزل شيكابالا مفتاح لعب. فالزمالك عنده مفاتيح لعب كتير، والراجل بيقدر يستغلها. وانا ببسط من الراجل ده عشان بياخد من كل واحد اللي عنده بصراحه. ويمكن انا قلت قبل كده ان مستر فيريرا بياخد من كل واحد اللي عنده. فنقول الف مبروك لنادي الزمالك.
وطبعا عنده مباراه مش سهله يوم الجمعه، بطوله كاس السوبر مع النادي الاهلي. نتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله، للنادي الاهلي والنادي الزمالك، وتطلع مباراه كويسه ومشرفه للكره المصريه. ندخل على النادي الاهلي. انا شايف ان النادي الاهلي ماشي بخطى ثابته. الراجل بيثبت تشكيل. طبعا اضافه كبيره اكرم توفيق، اضافه كبيره للنادي الاهلي بصراحه في الجبهه اليمين، عامل شغل هجومي ودفاعي وبيعمل ثنائي مع اي حد بيلعب. غير ان هو عامل روتيشن في الحته اللي عامل روتيشن في الحته اللي فوق، بيعمل الناس كلها، بيدي الناس كلها بتلعب، مدخل الناس كلها اللي هو في الحته اللي فوق. بس هو مثبت خط الظهر اللي هم الاربعه الباكين والاثنين السردباكات الخمسه بالجون بالشناوي، هو مثبت دي. بيشتغل في الثلاثه الديفندر اذا كان ديانج وحمدي فتحي، ديانج والسوليه. النهارده خرج ديانج وبقى السوليه وحمدي فتحي، وبيغير بقى في الناس اللي فوق زي ما هو عايز. الشحات، محمد شريف، شادي حسين، قفشه، سافيو، كل الناس دي مشغلها، كله شغال معاه. فطبعا خدمته برضو الظروف. هو يمكن بدأ بماتش قوي شويه، ماتش الاسماعيلي لما كسبوا اداله ثقه اكتر. فنادي الزمالك عنده، النادي الاهلي عنده كان عنده النهارده قدم مباراه على الورق يعتبر خفيفه شويه على الورق، فبرضو تفوقوا وتقولوا له الثقه اكتر. هيلعب الماتش بتاع الجمعه، وعنده مباراه تانية برضو الداخليه برضو على الورق خفيفه بالنسبه للنادي الاهلي. فثقه اما ياخد 9 بونت في بدايه الدوري، 9 في 12 في فكل الحاجات دي بتبقى ثقه للعيبه وللجهاز وللاداره، وبتدي له دفعه للامام. فهم دول الثلاث مباريات. طبعا هي فرقه النادي الاهلي وفرقه نادي الزمالك هيجهزوا من بكره هيجهزوا للسفر الامارات علشان المباراه بتاع كاس السوبر زي ما قلت لحضراتكم. والمباراه دي بقى فيها كلام كتير من المدير الفني للنادي الاهلي والمدير الفني لنادي الزمالك. يمكن المدير الفني لنادي الزمالك احنا كلنا شفناه وعارفينه، وعارفين ان هو في المباريات الكبيره بيعمل شغل كويس، ونتمنى يعمله في مباراه النادي الاهلي. هل الراجل بتاع النادي الاهلي، المدير الفني للنادي الاهلي، هيقدر يجاري مستر فيريرا في الفكر في المباريات الكبيره؟ هنشوف. واحنا نتمنى الاثنين يشتغلوا، لان المباريات اللي زي كده بتبقى مباريات مدربين. نتمنى الاثنين يشتغلوا شغل عالي، لان احنا اللي بنتمتع، احنا كمشاهدين وكمحللين بنتمتع. كل الناس اللي بتفهم في الكوره كويس، واللي ما بتفهمش في الكوره او اللي على قدها في الكوره، بتتمتع في المباريات اللي زي دي. طبعا مباراه جماهيريه، ما فيش حد ما بيتفرجش على اهلي وزمالك، حتى لو هيلعبوا في دوره رمضانيه، طالما اسم اهلي وزمالك، اسم اهلي واسم زمالك، بيبقى كلاسيكو زي ما بنقول. فنتمنى التوفيق للنادي الاهلي والنادي الزمالك، ونشوف مباراه كويسه ان شاء الله. ولسه في بكره 3 مباريات، وبعده 3 مباريات في الدوري برضو ان شاء الله. بعمل فيديو على ال6 مباريات علشان برضو نبقى مع حضراتكم اول باول، ونتمنى تكون الحلقه عجبت حضراتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.